بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. دلوقتي أنا عايز أعمل protect لصفحة جديدة، بلاش إن هي تكون دي، خلّيها صفحة مثلًا اسمها الdashboard. المفروض الصفحة دي لو أنا مش مسجل هتوديني redirect على الlogin عشان تعمل لي secure أو protect للراوت بتاعي. طيب أنا عملت ده إزاي؟ أنا أول حاجة رُحت هنا عندي في راوت جروب اسمه الadmin، عملت folder اسمه dashboard وبدأت إن أنا أحط فيه الpage بتاعتي. كل اللي أنا عملته إن أنا جِبت بس كلمة الdashboard دي في النُص كبّرت الخط بتاعها شوية، ورُحت عامل middleware. الmiddleware ده بيكون فين؟ بيكون جوّه الsource بتاعي. عملت middleware وبدأت بقى أقول الfunction دي. عملت function اسمها middleware وخليتها export، وبدأت أقول إن الparameters بتاعها اسمه request جاي من الnext request، ودي حاجة جديدة في الnext هي اللي ضايفاها. بدأت أقول إن الtoken بتاعي هتجيبها منين؟ هتجيبها من حاجة اسمها next auth، واللي المفروض هتظهر هنا أول ما تعمل عملية إيه؟ عملية تسجيل الدخول. جميل. باقول بقى إن الpath name بتاعي جاي لي من الrequest بتاع الnext URL اللي جاي لي اللي هو هنا. قُلت لو الpath name بتاعي، لو الURL بتاعي بيبدأ بlogin أو register، فده هاسميه حاجة اسمها is auth page. يعني هل دي صفحة القوس والّا لأ؟ وعملت برضه نفس الفكرة، قُلت لو الURL بتاعي بيبدأ بداشبورد فده هاسميه protected page is protected page. وقُلت لو أنا ما عنديش token والصفحة دي protected page من فضلك حوّلها لي redirect على الlogin. فأنا دلوقتي ما عنديش token ورايح على صفحة protected، فالمفروض إن هو هيحوّلها لي على إيه؟ على الlogin. طيب لو أنا عندي الtoken يعني خلاص سجّلت، هاسجّل مثلًا تركي بالشكل ده وأقول password @1، 2، 3 وبقى عندي token خلاص. جيت بقى أنا فتحت الdashboard، فتح معايا الdashboard وبابدأ أقول إن أنت ابدأ إن أنت ودّيني على الdirect اللي أنت رايحه عنده. أي middleware بيبقى محتاج حاجة اسمها matcher. الmatcher ده بيكون في الconfig بتاعه، بتعمل له export برضه عشان بيبقى عايز يعرف إيه هي الroutes اللي هيعمل عليها protect. طبعًا الdashboard وأي حاجة ما بعد الdashboard، يعني أنا مثلًا كتبت dashboard/ مثلًا أي حاجة، فالمفروض ده protected، والحاجات اللي هي الauth route اللي هي الlogin معايا والregister معايا. كده أنا عملت إيه؟ كده أنا عملت protected route لمين؟ للdashboard بتاعتي. يعني أنا لو رُحت الdashboard بتاعتي هتشتغل. لو أنا جيت مسحت دي طبعًا من الcookie وعملت refresh المفروض إن هو هيredirect على الlogin. تقدر إن أنت تعمل صفحة زي الprofile أو صفحة زي الproduct لو أنت مش admin أو لو أنت مش user موجود عندي في الsystem، بتطلع تعمل login بعد كده بترجع تاني تخش على اللي أنت عايزه.